الفوطه بتاعت كوتونيل دي كل ما بيجي عليها ميه بتعمل ريحه وحشه جدا. ما تشكيش في نفسك، عشان انا كنت شاكه في نفسي وكنت فاكره ان المشكله عندي، بس المشكله طلعت في الفوطه مش عندي خالص. الطبيعي ان انا اشك في نفسي، وقعدت اغسلها مره لوحدها مره بمعطر، انشرها في الشمس، احطها في مكان فيه هواء، وما زالت كل ما بتتبل ميه كانها ضد الميه كده بالظبط، كل ما بتتبل ميه بتعمل ريحه مش حلوه. طبيعي في البداية شكيت في نفسي وجربت معاها كل الطرق، وبعد ما خلصت كل الطرق اكتشفت المشكلة في الفوطة، المشكلة مش فيا خالص. حطيتها تحت الاختبار وجبت فوط من نوع تاني وجربتها معاها وغسلتها في نفس الظروف واستخدمتها نفس الاستخدام، ودي برضو اللي طلعت ريحة. انا مش قادرة افهم ليه الفوط دي بتطلع ريحة وحشة جدا كده بالطريقة دي. فنصيحة مني ليكي، لو لقيتي فوطة عندك بتعمل ريحة مش حلوة، ما تظنيش في نفسك ان المشكلة عندك وتقعدي تحطي عليها معطرات الدنيا والآخرة. اتخلصي منها وجيبي فوطه من نوع تاني ما تكونش بتعمل ريحه وحشه. عارفين يا جماعه دي بالظبط عامله زي ايه؟ عارفين الشرابات او التيشيرتات القطن او الحاجات دي اللي بتستخدميها وتلاقي الريحه بقت مش حلوه خالص، وبتبقى المشكله مش من الجسم نفسه او ان انت محتاجه مزيل كويس، المشكله بيبقى في الجوده بتاعه الخامه بتاعه القماشه دي. انا اللي انا مستغرباه ان دي كوتونيل يعني، عايزين ايه تاني؟ يعني انا قلت اجيب بقى كوتونيل عشان تبقى واو ومش عارف ايه. اهلا وسهلا. يلا، اللي عنده يا ريت يكتب لي هي بتعمل معاه كده ولا ما بتعملش كده.